وبركاته. اليوم إن شاء الله راح نعمل سوا سلطة جدا مغذية جدا مفيدة. طبعا جدا طعمها زاكي لذيذة جدا. عدا إنها طعمها زاكي مثل ما حكيت لكم، سلطة جدا مغذية. شو ما بدي أحكي عن فوائدها ما راح أحصاها. اليوم راح نعمل سلطة السبانخ. مثل ما انتم شايفين هاي معي سبانخ، قطعيته غسليته ونشفيته منيح من المي. في البداية أخذنا هون السبانخ، حطيتهم مثل ما انتم شايفين في بايركس. عندي تقريبا كوب بصل أخضر مقطع بهاي الطريقة بضيفه عليها. كمان عندنا 3 حبات بندورة كبار راح برضو نضيفهم عليها. طبعا بالتأكيد عناصر السلطة، سلطة السبانخ، شو ما بدي أحكي عنها صدقا لن أوفيها حقها. عندي هون مثل ما انتم شايفين برغل أنا غسليته ونقعته تقريبا ساعة في مي مغلية عشان ما ياخد معي وقت، وبدي اياها انها تكون طرية وما بدي طبعا برغل ناعم، لا حبيته مثل هيك برغل خشن مشان يكون مبين واخذ فوائده. بعد ما نقعته ساعة في مي مغلية صفيته المي كويس وعصرت عليه ليمونة كاملة. لما ياخد طعم الليمون بيكون عن جد اشي فخم واشي جدا طيب، الكل بيستصيغ الطعم. راح اضيفه مع باقي مكونات السلطة. طبعا هيك تمام مثل ما انتم شايفين اضفناهم كلهم سوا، راح ندمجهم كلهم ليختلط كل المكونات مع بعض. هيك احنا تمام قلبناها كلها سوا. يا سلام، يعني عدا عن الطعم عدا عن المكونات شكل بيفتح الشهية للكبار والصغار انهم عن جد ياكلوها. هسه راح نبلش في الصوص اللي راح نحطه اخر اشي على السلطة، اللي هو عن جد راح يعطيها الطعم المميز. هسه حكينا عن الصوص اللي هو معلقتين كبار سماق ومعلقة ملح، وعندنا هون عصير ليمونة كاملة. ما حدا يحكي حطينا ليمون مع البرغل، لازم الليمون. وعندي فنجان زيت زيتون، طبعا زيت زيتون أساسي. وفي النهاية تقريبا من معلقتين ل3 معالق دبس رمان حسب رغبتكم فيه. هاي المكونات دمجتها جدا كويس مع بعضها. بسم الله، هنحطها مثل ما انتم شايفين. بسم الله، يا سلام. هسه اخر خطوة بالنسبة للتزيين، طبعا اختياري، بدك تزيني زيني، ما بدك براحتك. انا كان عندي اصلا رمان، يعني مش اشي مخصوص، فحبيت اني ازين برمان وخبز محمص. وبهيك بسم الله ما شاء الله وصلت للايش الشكل النهائي لطبق السلطة. وان شاء الله جربوه ويعجبكم، ويا رب صحة والف عافية على قلوب الجميع.